لابد من التحذير من خطورة النظر المباشر لأشعة الشمس لما لها من ضرر بالغ على العين قد يصل إلى العمى في بعض الحالات. وعبر العالم يتابع الملايين طيلة هذا اليوم ظاهرة كسوف الشمس الذي وصف بالهجين، حيث سيتراوح ما بين الكلي والجزئي حسب المناطق. الصور في تقرير فرحتان. ظاهرة فلكية نادرة تشهدها اليوم بعض مناطق الكرة الأرضية تجمع بين نوعين من الكسوف الشمسي. الظاهرة تسمى بالكسوف الهجين، حيث يبدأ الكسوف حلقيا وينتهي كليا. ومن أهم السمات التي تجعل هذه الظاهرة نادرة الحدوث أن الكسوف سيكون كليا عند خط الاستواء وخط غرينتش، وسيستمر 3 ساعات ونصف تقريبا. وقال الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الذي يتخذ من مدينة عمان مقرا له إن كسوف الشمس الكلي الذي سيمر بخط غرينتش اليوم هو واحد من 15 كسوفا كليا شهدته الكرة الأرضية، وبحدوثه يكون قد مضى على مروره منذ آخر مرة أكثر من 500 سنة. وأشار الاتحاد إلى أنه يمكن رؤية الكسوف في معظم الدول العربية والأمريكيتين وجنوب أوروبا ومعظم إفريقيا على هيئة كسوف جزئي لمدة ساعة و39 دقيقة، فيما سيبدو مختلطا في المحيط الأطلسي وجنوب ساحل العاج وغانا. وفي الصور